لو عميل كلمك وقال لك عايزك معايا في مؤتمر، اوعى تقول له البادجت اول حاجه. البادجت كده كده هتاخده، بس الاهم اللي انت تقدم شغلك على اكمل وجه عشان تاخد بادجت محترم. انا بالنسبه لي لما عميل يجي يكلمني اول حاجه بقولها له انا محتاج اعرف تفاصيل عن اليوم، وده من خلال سؤال مركب بساله له مكون من 4 حاجات: امتى، وفين، والمؤتمر عباره عن ايه، وعايزك تبعت لي الاجنده بتاعه المؤتمر. امتى وفين عشان اعرف هل هيكون مناسب ان انا انزل المؤتمر ولا لا بناء على مواعيدي. اما المؤتمر عباره عن ايه فدي عشان حاجتين اتنين: الحاجه الاولى اللي انا ابعت له نماذج شغل مقاربه من المجال بتاع المؤتمر عشان يشوف شغل ويطمن، والحاجه الثانيه عشان اعرف انا هصور ايه بالظبط، لان مش كل حاجه ينفع تتصور وبناء عليه هقبل او ارفض الاوفر. والحاجه الرابعه والاخيره اجنده المؤتمر، ودي اهم حاجه. لازم تبقى عارف اليوم هيبدا الساعه كام، لو في فقرات مهمه هتكون امتى بالظبط، الشخصيات الفي اي بي اللي هتكون موجوده لو ليها فقره هتبقى الساعه كام. كل الكلام والتفاصيل دي هتكون موجوده في الاجنده بتاعه المؤتمر، وبناء عليها هتطلع فيديو كامل متكامل مفيش اي حاجه ناقصه فيه. عايزك تقول لي بقى، لو انت قلت سعرك في الاول وخدت الاجنده في الاخر لقيت ان المؤتمر مثلا 12 ساعه او المؤتمر يومين، هل انت هتنزل بنفس السعر اللي انت قلته؟